نزلت فيديو بتكلم فيه عن الرواتب اللي هي 2000 ونص 1000 ونص والكلام من ده. لقيت واحد عمال يعلق لي يقول لي لا، في رواتب $800، انا باخد 5000، انا شغال في الذبيحه. اظن في كلامه ده الذبيحه ديت يعني هو مغربي تونسي حاجه زي كده يعني. طيب يا عم الحاج، انت بتتكلم اللي انت بتاخد 5000 ريال يعني بمعدل $900، تمام، وفي الحدود دي. طيب انا كتبت له في التعليقات اتواصل معايا، انا عندي ناس كتير شغالهم باربعه مش بخمسه زيك. فانا لما بتكلم بقول لك الرواتب من 1000 ونص ل 2000 ونص وب 2000، فديت بالمعنى الحرفي 80 الى 85% من الشعب البرازيلي والاجانب بيشتغلوا بالمرتب ده. حتى معلم الشاورما بياخد 3000 ونص، تمام. معلم الشاورما بياخد 3000 ونص ل4 حسب هو بقى. فالراجل ده عمال يقول لي الرواتب انا باخد 5. يا عم قلت له يا عم شغلني، يا عم شغلني او هات لك ناس شغلهم ب4 مش ب5. وبعت له رقم تليفوني في التعليقات، ما ردش. فهو بتوع العرب عموما يعني بتوع كلام، ما هوش بتوع افعال يعني اغلبهم. فانا اللي هو ما يعرفوش انا كنت شغال في الذبح العجول. انا اول ما جيت البرازيل ديت اتعينت في ذبح العجول في شركه 7 حلال، تمام، وعارف الذبح ازاي وعارف الشغل ازاي. فانا كنت باخد ساعات 3000 ونص او حاجه زي كده، والمجزر بيديني 1000 حق اكل وشرب وسكني والكلام من ده. فحتى الشركه المصريه لما فتحت بعتولي ان انا اروح اشتغل فيها، وانا كان عندي ظروف ساعتها ما عرفتش اروحها. فدلوقتي اللي بيشتغل في العجول او بيشتغل في مشرف فهو عاوز له واسطه، عشان يخش اللي فيها فلوس. هي ما فيهاش فلوس يعني 5000 ريال يعني $900 ماهيش فلوس برضه، تمام، ماهيش فلوس. فالفراخ ذبح الفراخ الراجل بياخد له من 1700 1800 زائد وجبه زائد سكن جماعي. اما حكايه اللي هو بيصنف البرازيل كلها على مرتبه 5000 اللي فرحان بيه ده مش تصنيف يا حبيبي. فانا لما بعت لك رقمي انا عندي 15 واحد اشغلهم ب4 مش ب5 زي ما انت بتقبض. فهو الكلام حلو وفاتح صدره يقول لك هشغلهم من بكره. طب انت اختفيت ليه يا حبيبي؟ هو احنا بنضل بالناس؟ انا والله بنقول لكم الواقع بمرضي الله، واحب الخير في الجميع. انا نص الناس اللي شغاله في الشركه المصريه ديت انا اللي اديتهم الطريق وقلت لهم اتصلوا بكذا بس ما تجيبوش سيرتي، والحمد لله اشتغلوا تمام. فمعنى اللي انت تقول لي 5000 وبتشتغلنا وبتشتغل الناس، مش معنى اللي انت بتقبض 5000 يبقى الناس كلها تروح تشغلهم مشرفين. فاللي بيشتغل في ذبح العجول والكلام من ده عاوز له واسطه، تمام، عاوز له واسطه. وهي ماشيه بالكوسه دلوقتي، اللي له معرفه في الشركه هو اللي بيشتغل في مشرف ذبح، مش اي حد يخشها دلوقتي. فهو اللي بيروح يشتغل في الذبح بيشتغل ذبح الدجاج اللي هو ب 1700 1800 زائد وجبه وسكن جماعي. فما تشتغلش الناس وانت اختفيت عمال تعلق لي تقول لي هشغلك من بكره ابعت لي الناس وتختفي يا ابو 5000 ريال انت.